السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنكمل مع بعض برضك سلسلة تفريزات برضك رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة هنفرز بقى البطاطس اللي هي الجاهزة الفارم فريتس، اللي الكيس منها بره بالشيء الفلاني. طبعا هي دلوقتي يعني نوعا ما ب10 دلوقتي، والكيلو ربع ب10. وتجيبي البطاطس اللي هي الطويلة الحلوة البيضة دي، او البطاطس المرملة بتبقى شيبسي وبتبقى تحفة بسم الله ما شاء الله. هنفرزها في البيت وتنفعنا في الشهر الكريم على السحور كده، عشان تبقى كده على السريع بعد ما نقعد نقشر بقى ونخرط في رمضان على السحور. لا، يبقى معايا حاجتي كلها جاهزه كده في الفريزر، اللهم بارك. انا كده معايا البطاطس، بصوا عامله ازاي بقى. هقشرها بالقشاره بقى كده اهوت. وابدا بقى ايه، اقطعها حلقات، بس يكون حلقات سميكه شويه علشان تستحمل السليق، ما اعملهاش رفيعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بالراحه، واعمل حاجتي بالراحه كده وبروقان عشان الحاجه تطلع بسم الله ما شاء الله. بصوا السمك اللي انا عايزاه اهو. وابدا بقى كده اقطعها بقى صوابع سميكه شويه. بجد يا بنات جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده زي العسل. شويه بطاطس لوز بجد هتعجبكم قوي، احسن ما تروحوا تجيبوها جاهزه بالشيء الفلاني من بره. اعملوها في البيت وهاتوها دلوقتي. ومش لازم تجيبوا كميه كبيره، برضك زي ما انا متعوده معاكم، برضك على قد الايد. نجيب حاجات برضك على قدنا، نجيب 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو زي ما انت عايزه. بس انا بديكي الفكره وانت بتعملي. بصوا بقى البطاطس، بصوا الصوابع عامله ازاي عشان تستحمل الفريزر وتستحمل السليق معايا. بصوا هقول لكم بقى على كل تكاتها في الفيديو دوت، بس ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ام محمد، يومياتي انا وبنتي. كده انا غسلتها زي ما انتم شايفين كده، اللهم اكبر. وحطيتها في طبق كبير. طبعا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو، انا اوريكم بس في الاول كده وانا بقى ايه خلصت الباقي كله. بصوا بقى انا كده غسلت الحوض وبعقمه بخل، وابدا بقى اغسلها كده غسله نظيفه واحطها في مصافي معايا عشان تصفي خالص نهائي. بصوا بيضه قشطه ازاي. حطيتوا بقى اللايك ولا لسه؟ ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كده وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. ايه رايكم؟ بصوا ما شاء الله شمع منور. حاجه كده اللهم بارك. كل حاجه في البيت جميله يا بنات والله، وبتوفر معاكي جدا في المصاريف. بره احسن من الحاجه اللي بره الجاهزه. بتوفري اولا، ثانيا بتملي البيت بتاعك خير وبركه. ما شاء الله. دول كده 5 كيلو بطاطس. قلت كده اعملهم معاك، افرزهم واشيلهم كده في كيس كده للشهر الكريم. انا كده غليت الميه اهو. ميه غليتها ما شاء الله، ونزلت فيها بقى بملح، ونزلت فيها بسكر، نزلت فيها بشويه زيت اهو. بصوا بقى. طبعا لما غليت معايا انزل بحبه حبه، ما احط نشلت بيها كلها. بتقعد قد ايه على البوتاجاز؟ بتقعد معايا من 4 دقايق ل5 دقايق. احطها في مصفى كده تصفي، واقول لكم بعد كده خطوه خطوه انا بعمل ايه. بصوا اهم حاجه اهو المقطع بتاع الحله، معلش بقى اسفه ما جاش. اللي هو انا حطيت فيه الميه وحطيت الملح وحطيت سكر، عشان السكر ماده حافظه لاي حاجه بتعمليها بتفرزيها. وحبه زيت صغيرين في قلب الميه وبتغلي معايا. ولما بتغلي ابدا بقى اسقط بقى ايه البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، من 4 دقايق ل5 دقايق، واطلعها وانشيلها في مصفى اهو زي ما انتوا شايفين كده. احط بقى كميه البطاطس اللي باقيه معايا اهو، انزل كده بالراحه عشان الميه ما تجيش عليا طبعا اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا خدتها كده على مرتين في الحله اهو، اللهم بارك. بصوا بقى السمك بتاع البطاطس عامله ازاي. والله يا بنات مهما تقعد في الفريزر ولا بتسود ولا اي حاجه، وما شاء الله جميله 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 كده. هو بقى البطاطس بعد ما صفيتها في المصفى، تجيب بقى صينيه كبيره وواسعه وانزل عليها كلها عشان اطلع البخار اللي انتوا شايفيه دوت، واوسعها بعيد عن بعضيها كده، افردها كده علشان ما تعجنش مني وتتهري. انا عايزاها تبقى بعيد كده عن بعضيها. بصوا عامله ازاي. ايوه يا دوبك بديها التكه دي كده، ما بتتقطعش مني وما تبقاش مهريه. نص سوا، والربع التاني بيبقى والنص التاني بيبقى في الفريزر زي ما انتوا شايفين. بصوا انا مفرداها ازاي اهو، بفردها بعيد عن بعضيها كده. بصوا الحبه التانيين اهو. بصوا عامله ازاي. اهم حاجه ما ادوس عليه عشان ما تتيريش يا بنات، عشان لسه هتتفرز.
بديها نص سوا، واحط ايدي عليها ما احسش انها بتتهري، زي ما وريتها لكم كده، يعني ما بتتقطمش كده معايا. انا الله حبرتك على مصفى لحد ما تنزل وتصفي مني خالص وتنزل اي ميه فيها اهو. اللهم بارك كده، بصوا حاجه كده اللهم بارك. شويه بطاطس حقيقي بجد اجمل ما بتجيبيها بره 100,000 مره، ونضيفه وعارفه بتعملي نوع البطاطس ايه، وعارفه انت بتعملي حاجتك بنظافه ازاي. فرز جربوها بقى بالطريقه دي كده، هتعجبكم اول الشهر الكريم ان شاء الله وغير. وممكن تفرزيها معاكي طول الصيف لو هي رخيصه، هاتيها وفرزيها معاكي طول الصيف. بصوا كده منظرها عامل ازاي اهو. اللهم بارك. انا برضك بصينيه برضك اهوت، وابدا انزل برضك بيها كده واهويها خالص زي ما انتم شايفين. بصوا بقى البخار طالع منها ازاي. طبعا ما اسيبهاش في البخار كده عشان ما تنهريش مني اهو. لازم افرطها كده عن بعضيها. بصوا اهو، بصوا ما تتقطعش مني ازاي اهو. اسيبها بقى البخار ده يطلع منها كده خالص وتتهوى. بصوا بقى كده بعد ما اتهوت اهيت المها بقى كده. كل 2,5 كيلو بطاطس انزل عليهم بربع كوبايه زيت اهو، زي ما انتوا شايفين كده. ارش عليها كده الزيت اهو، ربع كوبايه زيت على 2,5 كيلو بطاطس. وابدا بقى كده المها كده في قلب الزيت واشبعها من الزيت واشربها الزيت ده كله. بصوا طبعا هي كده يا دوبك مش ساقعه، يا دوبك دافيه. بصوا ما شاء الله، ولا مهريه في ايدي ولا اي حاجه، سوى بسم الله ما شاء الله من الاخر. بصوا اهو، انا كده شبعتها من الزيت وحطيت عليها الزيت كله. انزل بالكميه برضك التانية برضك اهو زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجه بالراحه وخطوه خطوه عشان حاجتنا تطلع جميله في البيت. بصوا انا نزلت برضك بالزيت برضك اهوت اهو. ابدا برضك اقلب كله في قلب بعض واشبعها برضك من الزيت كده. بجد يا بنات ما بتشربش زيت وانا بقليها، وفي منتهى الجمال، ومهما تقعد في الفريزر ما بتسودش خالص، بتبقى تحفه زي ما انتوا شايفينها كده. اللهم بارك. بصوا كده الباقي برضك اهو، نزلت بيه برضك في قلب الصينيه الكبيره. وكده كده الصينيه طبعا فيها زيت، واحط برضك زيت برضك تاني اهو. وابدا بقى اقلبها كله 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 في قلب بعضه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لا مهريه ولا اتقطمت معايا ولا اي حاجه خالص. اللهم بارك. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك بقى وتدعوا لي دعوه حلوه بقى من قلبكم. بصوا الجمال. ولا اشتري حاجه من بره غاليه، ولا اشتري حاجه من بره معرفش مصدرها ايه، واستحاله في الغلا دوت هيعمل لي حاجه نظيفه. اكيد هيجيب لي درجات اقل درجه ويعملها لي عشان يبيعها ويكسب. لا انا اعملها في البيت بنظافه وزي الفل. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. طب بصوا الزيت بقى بيلمع فيها ازاي. اللهم بارك. بصوا اهو. افردها ازاي بقى. انا معايا كيس كبير بقى اللي هو بتاع الخزين، احط فيه كده هوت. واهم حاجه التفريز يا بنات، مش هخليها فوق بعضها خالص علشان ما تتلجش وتعمل معايا كتله تلج. بصوا الكيس معايا عامل ازاي. وبططها وافرطها بعيد عن بعضيها كده في كيس اهو. ما احطهاش فوق بعضيها وهي كده علشان ما تتلجش وتبقى كتله واحده، عشان ما حدش يقول لي عملناها وبقت متلجه ومش عارفين نفكها من بعضيها. بص انا عاملاها ازاي في الكيس ازاي. وادي الكيس التاني اهو، حطي فيه بقيه الكميه. انا عندي الاكياس الكبيره دي انا بخليها عندي كده لبعض التفريزات. بصوا اهو. ولما بفضي الكيس بغسله ما برموهوش وبشيله برضك. بصوا بقيت كميه البطاطس اهو. طبعا نفس الكيس اللي بتجيبيه من بره بالشيء الفلاني. شوفي بقى الكيسين دول تجيبوهم مره من بره بكام ويكلفوا قد ايه. شوفي انت بقى عملتوهم في البيت وكلفوكي قد ايه، وحاجه نظيفه وجميله اللهم بارك، وبتملي البيت خير. بصوا بقى كده اهو. بصوا المنظر. ما بخليش البطاطس فوق بعضيها، بفردها بعيد عن بعض على قد ما بقدر، ما بخليهاش كتله واحده زي ما انتوا شايفين كده. تفضل معاكي طول السنة، لا بتسود ولا بتتلج اكتر من النسبة اللي انا عاملاها، وبتبقى زي الفل كده. كيس بقى انا هاتني نصه بالظبط وبطط بقى كده خالص زي ما انتوا شايفين. وادي الكيس التاني اهو عليها. بصوا بفرط على قد ما بقدر، ما بخليهاش فوق بعض، ما بخليهاش يعني كتلة واحدة.
واتني الكيس بقى كده. اجيب بقى درج فريزر، لان انا عندي اللي هو الفريزر اللي هو الادراج، وبفضي درج واحطهم في قلب الفريزر كده. انا عاملاها من بالليل، لازم تبات معاكي من بالليل لحد الصبح. انا كده اهو حطيتها كده بسم الله ما شاء الله في الفريزر اهو، وبيتها من بالليل لحد الصبح. تعالوا بقى نطلعها وشوفوها، شوفوا منظرها وهي مجمده اهو. بصوا، ده اخر التجميد بتاعها، مش هتمسك في بعض تاني خالص ما دام جمديها كده اول مره. بصوا حتى ما فككتها من بعضيها، لو كانت واحده مثلا ماسكه ببعض وفككتها ما بتتكسرش معايا. بصوا، وبيضه قشطه لحد اخر واحده بتبقى بيضه زي الفل. بصوا الكيس التاني اهو، اللهم بارك، انا عاملاها من بالليل لحد الصبح. بصوا الجمال، بصوا لونها عامل ازاي، بصوا حتى اللي مسك في بعضه مش مكتل ومش تلج. بصوا فكتها عامله ازاي، اللهم بارك، حاجه كده اقسم بالله زي العسل. هاتي حاجتك في بيتك واعمليها بنظافه بتبقى زي الفل. بصوا بقى انا هاخد كده حبه برضك احمرهم اهوت. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، حتى لو فككتها يا بنات ما بتتكسرش ولا بتتقطم مني ولا اي حاجه، لان ما شاء الله سواها مظبوط والتفريز بتاعها مظبوط اهو. تفضل معاكي لاخر واحده بيضه وصحيحه كده، لا متكسره ولا اي حاجه خالص. بصوا بقى ابدا كده انزل بقى بيها في الزيت، وابدا بقى ايه احمرها. جاهزه على السريع في السحور، هتنفعكم كل سنه وانتم طيبين، ويقعد عليكم الايام بخير ان شاء الله باذن الله. مكملين مع بعض برضك بقيه تفريزات شهر رمضان 24 ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى ما شاء الله عامله ازاي اهو، حتى لو في حاجه يعني ماسكه ببعضيها مش كتير، مش كتله كبيره. بصوا بقى كده بعد ما جبت انفاعي بقت زي الفله. بص انا بفرطها زي من بعضيها والله يا بنات، ولا بتتكسر ولا اي حاجه، اللهم بارك، حاجه زي الفل كده. بقى انا اطمنت انها بقت مظبوط. حط الكيسين على قلب بعض واشيلهم في درج الفريزر، ومهما تقعد ما بتتلكش بقى تاني. هو ده اخر التفريز بتاعها ما شاء الله. بصوا الكيس ده مش هو ده اللي بيجيبوه من بره، بيجيبوه بقد ايه بقى بالله عليكم. وبص بيضه شمع وزي الفل وعامله ازاي، اللهم بارك، بجد حاجه تحفه، حاجه جميله اهو. بصوا منظره، واحط بقى كله في قلب بعض كده في قلب الفريزر. وانا كده فرزت كده البطاطس. ايه رايكم في الجمال دوت، اللهم بارك. بصوا بالتحمير عامله ازاي، ما بتشربش زيت والله يا بنات خالص، بتطلع كده ما شاء الله اللهم بارك، ولا ناشفه ولا طريه ولا شايله زيت ولا اي حاجه خالص. بصوا لونها عامل ازاي، بصوا ما فيهاش زيت والله. لو سمعتوا صوت الخشوله بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده جميله. كل سنه وانتم طيبين، وانتظروني في فيديوهات جديده ان شاء الله باذن الله، وتفريزات رمضان من مطبخ ام محمد. ايه رايكم، بصوا الجمال بجد والله يا بنات تحفه. انا عايزاكم بقى انتوا تحكموا وتحطوا لي بقى اللايك ودعوه حلوه. انتظروني في فيديوهات جديده ان شاء الله. بصوا عامله ازاي من جوه، الله اكبر. بصوا ما شاء الله اهي، لا نيه ولا مهريه ولا اي حاجه. اسيبكم في حفظ الرحمن، انتظروني في فيديوهات جديده. سلام عليكم، اسيبكم في حفظ الرحمن.